بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين تسليما كثيرا. النهاردة هنعمل مع بعض سمك مشوي، يعني شوية رز، شوية سلطة، شوية جرجير، بصل بطماطم كده أو بصلاية كده بشوية ليمون وخل. هنظبط الدنيا النهاردة، بس اتفرجوا على الفيديو لحد نصه لحد آخره، يعني ما تتأثروش. اللي ما شافش القناه بتاعتنا لاول مره يشوف القناه بتاعتنا يدوس لايك حلو كده جميل زيكم يا احلى متابعين. يعمل اشتراك عشان ويفعل زر الجرس علشان يشوف كل جديد. الجديد هيبقى باحلى معاكم. تمام. دي السمكه بتاعتنا انا جايباها. بص السمكه عينيها مفنجله ازاي. سمكه لما تلاقيها كده عينيها مفتوح خالص كده اهو تعرف ان السمكه دي طازه. دي اول حاجه. لكن لو جبتها عينيها مقفوله تلاقي السمكه كده عينيها مقفله كده والكلام، لا دي سمكه نايمه بقى وبايته بقالها اسبوع. آه تاني حاجة ظهرها بقى، بصي ما شاء الله ولا حول ولا قوة بالله، مليان ظهرها مليان كده، يعني طازة كده، يعني عالي كده، مليانة لحم، حلوة مش هزيلة. اللون بتاعها بصي احمر خالص ازاي. لكن ما يجيبهاش اللي هي لونها ايه النبيتي ده المدي كده، يعني الدم بتاعه كن يعني بايت، بيبقى باينه كده ان اللون بتاعها نبيتي غامق كده مش حلو. لكن احمر تعرف ان هي ايه سمكه طازه كده فريش كده لسه طالعه ايه من البحر، ما فيش ساعه ولا ساعتين. تمام. يبقى احنا عرفنا سمكه عينيها مفنجله، اللون بتاعها احمر وردي، ظهرها منفوخ كده مليان لحم حلو، حلزونيه. بص دي بقى ايه اسمها سمكه نتايه. دي بقى نتايه، اللي عاوز بقى نتايه يجيب شكل الحلزونه دي. دي بيبقى في الشوي جميله جدا يا جماعه. عرفنا كده مواصفات السمك بتاعنا. هنشوي بقى السمك بتاعنا. انا طبعا يا جماعه ما بحبش اشوي، يعني بضطر اشوي بره لما اكون انا ما عنديش وقت او مثلا مش فاضيه او جايه من السوق امر الله، ببقى جايه عايزه اطبخ رز وناكل على طول. ببقى صراحه ببقى احب اشوي في البيت عشان ببقى غاسله سمك ومنضفاه مظبطاه. وعامله دقه بمزاج بقى كده. لكن الشوي بره بقعد والله اقعد احلف راجل والنبي بقى اغسل السمك والنبي اغسله. ناقصه اجيب له مصحف احلفه عليه. بس برضه تضمنيش يعني هو يغسل سمك ولا سمك غيري، مش هينفع. نغسل مع بعض بقى السمك بتاعنا دلوقتي. نقول طريقه ان نغسل بيها السمك، مش تيجي مثلا تجيبي السمك بقى تقولي ايه ده انا اشوف البيت بقى واقوم حاطاه كده في شويه رده او في تشطيفه عاديه كده وتقومي شويه. لا لازم من الاول تفتحي الغشيم بتاعه السمك ده اهو وايه وتغسليه، عشان يوم تاكلي كده تاكلي كده بنفس. هتقولي انا ما باكلش الراس ما باكلش الغشيم، مفيش مشكله. افرض وانت حاطه الاكل وبتاكلي راح دخل عليكي ضيف بقى وفضل كل يا عم لا شكرا شبعان، لا اتفضل حلفت عليه وحلو. المهم قعد في الاخر ياكل، راح فتح ايه سمكه، ومن النوع بقى اللي بياكل الغاشيم بقى والراس والكلام ده كله. فتح السمكه لقاها فيها طينه والكلام ده كله، يقول ايه هنا عن الساعه اللي جه اكل فيها ولا ما ينفعش بقى الكلام ده. يبقى احنا نعمل حاجتنا نظيفه. بصي تنزل كده زي الراس، تاكليها بقى ما تاكلهاش تعرفي الظروف عامله ايه وايه. ونغسل السمك بتاعنا كله كده ايه حلو كده في طبق ميه كده ومظبط الدنيا، ونشويه كده بنضافه كده. ما احنا مش هنشويه بره كمان وقلقان منه ونشويه في البيت ما ننضفوش، لا نشويه كده يبقى حلو. ونعمل الدقه بتاعتنا وهوريكم دلوقتي ايه نشويه ازاي ونعمل دقتنا ازاي. دلوقتي هنجهز الرز بتاعنا الاول. هبدأ بالرز قبل السمك. الرز بيقعد له 25 دقيقة تقريبا 20 دقيقة. انا هحط الرز على النار واوطي عليه وهشتغل في سمك. بحيث على ما الرز ان شاء الله كده يستوي اكون برضو السمك بتاعنا قرب يخلص. الاتنين يخلصوا في وقت واحد. في خلال الاتنين ما بيخلصوا بقوم انا عامله بقى السلطه بتاعتي، عامله الطحينه بتاعتي. مقطعه بصلايه كده بحبه خل وليمون. آه، ف- يبقى خلاص الحاجة اللي هحطها حوالين الرز وسمك في الأكلة بتاعتي النهاردة. هبص الاقي السمك خلص الرز خلص كل أكلتي كلها خلصت في نص ساعة وأقل من نص ساعة. يعني ما استناش لما الرز يخلص وبعدين اعمل السلطة، ما استناش لما السمك يخلص وبعدين اعمل رز. لا نعمل حاجتنا كلها في وقت واحد ونرتب نفسنا عشان نختصر في الوقت. غسلنا الرز بتاعنا دلوقتي. احطه في الحله. طبعا علمتكم الغسيل، الغسيل الرز يغسل مره والتانية والتالتة خلاص بنصفيه. بعمل الرز ازاي. بحطه في الحله اللي هطبخ فيها وبعدها احط عليه ميه مغليه. ما بقدحش الزيت زي ما احنا متعودين وقلت قبل كده في فيديوهاتي قبل كده. ما بقدحش الزيت واكب عليه ميه يعني واطش الميه طشه اكني بولع في البوتاجاز ولا في البيت، لا. دي طريقه مش كويسه وطريقه مش صحيه ملهاش اي لازمه. الافضل لنا ان احنا ايه اغسل الرز بتاعي واصفيه واحطه في حلتي واحط عليه مقدار الميه انا عايزاه مغليه. هيستوي وهيبقى طعمه جميل جدا وهيبقى كمان طريقه صحيه. الميه بتاعتي طلعت زياده شويه شلت منها مغرفتين.
تمام كده، الميه بقت مظبوطه. هحط كده معلقه ملح مليانه. احط بقى المقدار زيت اللي انا عايزاه. في ناس بتحب زيت كتير، الحاجه بتحب زيت قليل. دي حاجه راجعه لك انتي. بس برضو ما كتريش زيت عشان خاطر الرز ما يلزقش. بقلب اهو ما شاء الله مقدار الميه كويس مظبوط. هيغلي لحد ما يتبقى كده ايه يعني مغرفه ميه، او يعني بق ميه كده شويه صغيرين، واقوم موطيه وخلاص كده ايه اسيبه لحد ما يستوي بقى. السمك بتاعنا اهو يا جماعه، انا غسلته. لازم اغسله قبل ما احطيه في الرده، عشان خاطر يشرب الرده. مثلا ممكن في ناس بتبقى جايبه سمك قبلها بيوم، مفيش مشكله، بس قبل ما تحطيه في الرده لازم تغسليه تندميه الميه عشان يشرب الرده، ما يخلي الميه الرده تلزق فيه. والا هيبقى ناشف خالص، مش الرده مش هيلزق فيه خالص، وهيبوظ في الشوي. السمك انا عاملاه ببطنه، ما فتحتهاش. انا في اوقات بفتح بطنه وانضفها واعمله، بس صراحه الوقت ما اسعفنيش. مستعجله النهارده. وفي نفس الوقت كمان يعني الطريقه دي ساعات يعني هو بحب الطريقه دي، لان بيبقى بحب الشوي بالطريقه دي. فعجب بحب الطريقه اللي هي بتاعت المحلات. بسيط قوي لما يكون ايه بيفتحوا البطن بتاعت السمكه. دي الشوايه بتاعت اللي هشوي فيها، دي الصاجه خدتها من البوتاجاز. انا اوقات كتير قوي بشوي فوق على السطح، بس انا مش قادره اطلع النهارده. طلعت الشوايه رشيتها بملح زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. ليه رشه ملح؟ رشه الملح ده علشان خاطر السمك ما تلزقش وانت بتشويها. قبل الملح بس لازم تكون ده السمك بتاعي بعد ما عملته كله. انا بحاول اظبط نفسي ازاي السمك بتاعي احطه في الرده. الحاجه الكميه بتاعت السمك كلها اخلصها من الرده، يعني احطه كله بالرده واظبطه احطه على جنب، عشان لما اجي احط السمك مثلا ويبقى فيه مثلا سمكه شوت وطلعتها خلاص، يبقى في مكان احط مكانها على طول سمكه. ما استناش افضل تبقى الساجه فاضيه والنار شغاله ولسه هروح اعمل السمكه في الرده. لا، خليكي كده تختصر في وقت. الساجة شغالة والنار سخنة. الحق نفسي قبل ما يعني والنار شغالة كده. انا كده هرص الرصة بتاعتي كلها على الصاجة بتاعتي لازم تكون سخنة قوي قوي يا جماعة. واول ما احط الملح ما فيش دقيقة اقوم حاطة سمك، عشان الملح بيقعد يطرقع ما يحرقنيش. هرص الرصة كلها. هي دوبك السمك اللي عندي على قد رصة الصاجة بس. على فكرة انا حاطة الصاجة دي على عينين بوتاجاز. بس في عين اقل من عين شوية، يعني عين كبيرة وعين متوسطة. فانا عملت إيه عشان يبقوا الاتنين مستوى واحد. وطيت العين العالية قوي سنة، خليتها في مستوى العين المتوسطة عشان يبقوا مستوى واحد، نار واحدة. ما يبقاش السمكة اللي على اليمين مثلا النار بتاعته عالية، والسمكة على الشمال النار بتاعته ايه واطية. لا، خدتهم الاتنين مستوى واحد. دي التتبيلة اللي هعملها للمية بتاعت السمك بتاعتي. دول 3 فصوص توم كبار. يعني لو عندك راس صغيرة ما فيش مشكلة، لكن دول 3 فصوص توم كبار بمقام راس صغيرة. عندي بقى ايه هعملها نصين بقى عشان اعرف ادقها. هاخد قرن فلفل اقطعه كده شرايح عشان برضه احطه في الهون ادقه. طبعا علمتكم لما اكون بقطع الفلفلايه وفيها البذر بتاعها ده بشيله، عشان البذر ده زي ما انتوا عارفين يبقى فيه الكيماوي بتاعت الزرعه، فما مش ملهاش لازمه. هقطع الفلفلايه شرايح واشيل البذر بتاعها. هحط بقى معلقتين ملح. معلقتين ملح مليانين اهو، ومعلقه كمون مليانه. على فكره السمك المشوي بيحب الكمون، بقى طعمه حلو قوي في الدقه. ومعلقه شطه مكترش برضو. هندق بقى الدقه بتاعتنا كده ونهريها جامد، نهرسها جامد كده عشان نعرف نحطها في الميه. الدقه بتاعتنا كده خلاص خلصت يا جماعه اهي. هرسناها خلاص بقت ناعمه خالص. هعصر بقى عليها ليمونه كبيره كده او ليمونتين صغيرين، بتدي طعم حلو قوي على فكره في الدقه يا جماعه، بتفرق قوي في طعم السمكه. هقلب بقى كده الخلطه اللي احنا عملناها دي كده عشان تتمزج مع بعضها. هكون انا بقى ايه مجهزه بقى الميه اللي احط فيها الدقه بتاعتي. حط الدقه بتاعتي كلها اهي
حبة مية جوه الليمون كمان اهو عشان نطلع كل الدقة. قلبنا بقى جوه المية كمان اهي. نروح للسمك بتاعنا بقى. اهو السمك بتاعنا اهو يا جماعة اهو بدأ يحمر اهو خلاص. هبقى ايدي على الشواية على طول يا جماعة عشان السمك ما تتحرقش. هتبقى عيني على السمكة الشوت تقوم مقلباها. على فكرة ممكن تبقى نص سمكة بس اللي الشوا والنص التاني لسه. هقوم عاملاها بالعكس، قلبها المكان اللي هي متحمرة السمكة متحمر فيها اقلبها في الجنب العكس عشان الجنب التاني شوي. تبقى ايدي في سمك انت على طول. على فكره بيبقى الطرف بتاع الصاجه بيبقى مثلا النار مش واصله له، بقوم جايبه بقى ايه اللي في الطرف جايباه في النص، واللي في النص موديها على الطرف لان خلاص اللي في النص الشوا شويه فعشان خاطر ما تحرقش اقوم حطها على الطرف واعكس كده. يعني وانت شغاله بتشوي سمك كده يعني تشغلي يعني مع مخك كده. دي الطريقه العاديه يا جماعه في شوي السمك. المره الجايه ان شاء الله باذن الله هعمل لكم سمك اشيل لكم منه البطن بتاعته. انا بحاول ابدا فيديوهاتي بالطريقه السهله الطريقه العاديه خالص جدا، الناس كلها يعني متعوده عليها. وبعدها نبدا بقى بالابتكارات بقى والحاجات الجديده بقى اللي احنا عملنا اخترعناها مع بعضنا كده. دي مثلا خلصت خلاص اقوم جايبه البوله اهي بتاعه الدقه حطها وهي سخنه. السمكه وهي سخنه بتقوم حطها في على طول في الميه. ما ينفعش يا جماعه في ناس بتحط الميه اللي بتحط فيها التتبيله بتاعه السمك بتعملها ميه سخنه ميه، لا ما ينفعش تبقى سمكه سخنه اقوم حطها جوه التتبيله سخنه. ده الكلام بقى لو انت مثلا شويت السمك وسبتيه ساعه ولا اتنين مثلا على جنب ولا حاجه ولسه ما اتغديتيش، فلسه الناس هتتغدى مثلا متاخر ولا حاجه وسمك مش عايزه تتبليه دلوقتي، ماشي مفيش مشكله ممكن تسيبيه على جنب وتركنيه على جنب ساعه ولا اتنين براحتك. ولما بصي الراس ما فيهاش دم ازاي، السمكه حلوه زي الفل ازاي. تركني سمكه لو ركنت سمك ولا حاجه مش عايزه تتبليه دلوقتي عادي مفيش مشكله. ما دام السمك بارد ممكن نعمل بقى الميه اللي احنا نحط فيها تتبيله ممكن ميه سخنه. ندق التتبيله بتاعتنا فيهم زي ما احنا قلنا عملناها من شويه ونحطها بس في ميه سخنه بقى. ده لو السمك بتاعي بارد يعني العكس عامل زي مثلا البسبوسه لما تكون سخنه تحط عليها الشربات بارد والعكس. بتقلبي انت بقى اللي هي اليمين في شمال وشمال في يمين كده وظبطي الدنيا انت كده عشان برضو سمك ما يبص منك. هناخد سمك اللي احنا عملناه شوينا نحطه بقى في الدقه بتاعتنا. ما تسيبيش السمك كتير في الدقه لان انت لو سيب سمك كتير في الدقه وسمكه سخنه كده هتطرى وتعبي ميه فهيبقى باشي كده منك وبقى مش طعمه حلو بقى منها ميه كده. فانت ما سيبهاش يعني يا دوب يعني ربع ساعه يعني ربع دقيقه. المصفى بيكون مجهزاها جنبك والمصفى حاطه تحتها طبق كمان عشان نصفي. ما ينفعش تسيب المصفى كده على طول على الرخام على طول، لا مش هتبقى فيه يعني مش هتبقى فيه مساحه ان تنزل ميه من سمكه. لازم يبقى فيه طبق تحت المصفى، دي ضروري جدا عشان يبقى فيه مساحه ان الميه تنزل من السمكه في الطبق. وترصي رصه كده بالراحه كده ما تهريش السمك وانت بترصيه. السمك بتاعنا طلع يا جماعه ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صبيح اجمعين. لايك يا جماعه. السمك بتاعنا اهو كله طلع. ما فيش دم في الراس خالص ما فيش دم في البطن خالص. السمك بتاعنا زي الفل اهو ما شاء الله بالف هنا والف صحه يا رب اللي ياكله. زي ما قلت لكم عملته بالطريقه العاديه جدا مش صعبه ولا حاجه. هنعمل معاه عملنا معاه حبه رز، هنعمل معاه شويه سلطه، هنعمل معاه شويه طحينه، نقطع بصله كده وحبه خل وحبه ليمون. والف هنا والف صحه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.